مصطلحات عقارية داردة كثير بالسوق، مهم جدا تعرف معناها، مثل التقييم العقاري، التطوير العقاري، الرهن العقاري، إدارة الأملاك. تابع معاي راح أعطيك معناها وراح أعطيك ترجمتها باللغة الإنجليزية. مصطلحات عقارية دارجة في السوق ومعانيها. التطوير العقاري Real Estate Development، وهو عبارة عن شركة متخصصة بالتطوير تقوم ببناء مشروع عقاري وإدارته، ومثال على ذلك شركة جبل عمر للتطوير العقاري قرب الحرم، وإعمار التي قامت بتطوير برج خليفة أطول برج في العالم. الرهن العقاري Mortgage، وهي عملية تشمل الحصول على المال مقابل رهن عقارك، إما لبنك أو شركة أو شخص، حتى تقوم بسداد المبلغ المستحق عليك. التقييم العقاري Property Valuation، وتعني تحديد القيمة المالية للعقار بغرض البيع أو الشراء من خلال مقيم عقاري متخصص. إدارة الأملاك Property Management، وهي خدمات يقدمها شخص أو شركة للأملاك الخاصة بشخص آخر، كأن يقوم بأعمال تحصيل الأجور والصيانة والتنظيف بالاتفاق على نسبة معينة من الإيجار مثلا، وتكون غالبا 50%. لا تنسى متابعة مسعاك العقارية لمزيد من النصائح والمعلومات.